مستنية مين يجي يدلعك او يرجعلك ضحكتك؟ هو انتي شاطرة قوي وبتكتبي تو دو ليست، الله ينور، برافو. وبس انتي فين في التو دو ليست؟ في اخر الليستة، في اخر القايمة. انتي تعرفي ان في علم النفس ان الست اللي بتستنى التقدير يجيلها من بره هي ما بتعملش حاجة غير ان هي بتستنزف في الطاقة. عارفه كده الموبايل بتاعك لما تفتحي ابلكيشنز كتير وتتفرجي على فيديوز وتقعدي طول اليوم ماسكه الموبايل، هو بيجي عليه وقت وبيخلص خلاص، عاوز شحن. طب انت بقى ايه اللي هيشحنك؟ ايه اللي هيرجع لك الطاقه بتاعتك؟ وازاي تحافظي عليها ما تخلصش بسرعه، تبقي محتفظه الطاقه لنفسك؟ انت لو مش هتبدأي دلوقتي تجيبي كده الموبايل بتاعي هو خلص شحن، لو ما جبتش الشاحن مش عارفه استخدمه، هفضل رمياه ملوش لازمه. انت برضو كده هتفضلي حزينه وهتفضلي مطفيه وهتفضلي تعبانه وهتفضلي كئيبه وهتفضلي شايفه كل اللي حواليكي متكعبل والدنيا كلها متكعبله. لو مش هتبدأي دلوقتي بنفسك حالا مفيش حاجه هتتغير. امسكي جيبي التودو ليست بتاعتك كده واكتبيها رقم واحد. انا رقم واحد. خليكي انانيه في نفسك. اسمعيني بقى كويس عشان تعرفي ازاي تشحني الطاقه بتاعتك. اول حاجه واهم حاجه، اشربي ميه كتير. مش لما تبقي عطشانه تروحي تشربي الميه دي، بتطفي اي غضب جواكي. ده رقم واحد، ميه. واشربي المية بطاقة ان هي ربنا خلقها لنا ونزلها عشاننا، لان ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني كل حاجة جوه عايزاها تحيا وترجع تعيش تاني. مية، اشربي مية عشان تنضفي الطاقة وتنضفي الحزن والسموم والوجع والألم وألم الماضي والفراق، وتنضفي كل ده. نضفي طاقة جسمك بالمية، ما تستنيش لما تعطشي وتروحي تشربي. اشربي مية كتير، كل شوية اشربي مية واقرأي عليها قرآن وقولي عليها دعوة حلوة وقولي بسم الله، وقولي وانتي بتشربي المية بسم الله الحي القيوم. قولي في المية اقرأي عليها سورة الفاتحة واقرأي عليها كده وانتي بتشربي ان هي بترويكي وان دي نعمة من ربنا. تاني حاجة، اهتمي بملامحك. انزلي جيبيلك ماسكارا. عارفة انت لو حطيتي ماسكارا كده وشفتي رموشك كده شكلها حلو والله نفسيتك هتتغير. اهتمي بضوافرك، مش دلع ولا رفاهية، صدقيني انت بتدي اشارة لمخك ولعقلك الباطن، بتقولي له انا غالية، انا غالية واستحق التقدير، انا غالية، اهتم ان انا ادلع نفسي. ابدأي تالت حاجة دلوقتي معايا، روحي لشعرك بقى، اعملي له قصة جديدة، اعملي له لون جديد، كسري الروتين بيموت طاقة الأنثى. أنا عندي برود في المشاعر، أنا الطاقة الأنثوية عندي خلاص مش موجودة. كل ده بسبب إن انتي مستنية من بره. حوشي من مصروفك، من مصروف البيت. لو انتي ملكيش دخل خاص بيكي، ولو ليكي دخل خاص بيكي خلاص، لكن لو ملكيش دخل حوشي من مصروف البيت. اوكي، زي ما بتحوشي عشان تشتري اي حاجة تانية، حوشي وانزلي لوحدك، اعزمي نفسك في اي كافيه على اي حاجة بتحبي تشربيها. او لو كان نفسك حد ان هو يعزمك على اكلة او يعزمك في مطعم، خدي نفسك ووديها واقعدي. ما تفضليش مستنية ان حد هو اللي يعملك، ما تفضليش مستنية جوزك هو اللي يوديكي ويجيبلك، تفضليش مستنية خطيبي هو اللي يوديني ويجيب لي. انتي اعملي ده لنفسك وقولي لنفسك انا استاهل. اتكلمي مع ربنا، فضي الصندوق الاسود اللي جواكي، اقعدي لوحدك مع ربنا، اتكلمي معاه، فضي كل اللي جواكي، والله هترتاحي. دي اكتر حاجة هتريحك. اقعدي وعيطي وفضي فضي 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 على قد ما تقدري، وافضلي استغفري 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 استغفري. والاهم من ده كله، قصي. عارفه يعني ايه قصي؟ قصي اي حد حواليكي بيمص طاقتك. اي حد عارفه مصاصين الدماء مش هيمص من رقبتك، لا هم بيمصوا طاقتك. اي حد بيحبطك يقولك انت فاشله، انت مش ناجحه، قصي. ما تحوطيش نفسك
غير باللي بيشوفك نجمة، بيبقى فرحان ان انت ناجحة، بيبقى فرحان بيكي بنفسك. ما تستنيش حد هو اللي يجي يملاكي. الكوباية بتاعتك طول ما هي فاضية مش هتعرفي تشربي اللي حواليكي. لو حد عايز يشرب هتشربيه ازاي؟ هتديله كوباية فاضية؟ انت طول ما انت مليانة وشبعانة ورايقة والدنيا معاكي حلوة خلاص. لكن طول ما انت موجوعة ومتضايقة ومخنوقة، اللي حواليكي كله هتشوفي مخنوق، هتشوفي ولادك الدنيا فيهم صعبة، هتشوفي الحياة، هتشوفي الدنيا، كل حاجة هتبقى صعبة حواليكي لان انت كوبايتك فاضية. فمع اقل حاجة، اي حد عطشان، اي نقطة مية انت عايزاها مفيش، فهتلاقي نفسك عارفة احساس بقى لما تبقى عطشانة وريقك ناشف عايزة تشربي. ده احساس الوجع اللي انت بتحسيه، ده الحزن اللي انت عايشاه ومعيشاه لنفسك، وبتلاقي نفسك بتعيشي اللي حواليكي، بيتك وولادك وجوزك. اهتمي بنفسك ودلعي نفسك، وما تستنيش حد من بره يجي يملى الكوبايه بتاعتك. الحزن ما يستاهلش ان انتي تتعبي نفسك عشانه. صدقيني الحزن هيجيب حزن والزعل هيجيب زعل، لكن الفرحه والسعاده والاكتفاء الذاتي، عارفه لما تكتفي بنفسك كده تبقي انت شبعانه مش قادره اكل، عارفه لما تاكلي اكل خلاص مش حد يجيب لك اكل، مش قادره خلاص انا شبعانه مش مستنيه حد يجيب لي. هتلاقي بقى، هقول لك حاجه، عارفه لما بتعملي دايت تلاقي نفسك خلاص انا خدت قرار هعمل دايت ومش هاكل ومش هاكل، بتلاقي جاتلك عزومات، بتلاقي جالك يعني اكل قدامك. طب ما انا كنت كويسه ومش بعمل دايت، انت كنت فين؟ هو ده ابدأي اعملي ده وساعدي نفسك، والله هتلاقي الفرح والسعادة جايلك. هتلاقي كده عارفة انت حواليكي كده في ذبذبات وفي حاجات بتلف حواليكي. اجذبي لنفسك ده بقى، اجذبي لنفسك. يعني مثلا لو احنا جينا مع بعض كده، مثلا قلت ايه، انا العربية دي عايزة اشتريها، انزلي بقى في الشارع مش هتشوفي غيرها. ده في قانون الطاقة وفي علم النفس، دي حاجة جواكي كده. يعني حوالينا احنا مجال بقى مغناطيسي وتردد وذبذبات وحاجات كتير، دي هنبقى نتكلم فيها بعدين. هتلاقيها بتجذب لك كده. ليه بقى؟ خلاص انا مركزة جوايا انا عايزة اشتري العربية دي، وانت تقولي ايه ده هو خلاص، لا هي كانت موجودة بس انت اللي ما كنتيش شايفاها. السعادة برضو حواليكي وبتلف حواليكي وانت اللي مش شايفاها، انت اللي قافله الباب ومدوره على الحزن ومدوره على النكد. تلاقي يطلع لك مشكله مع جوزك، مشكله مع اولادك، مشكله في الفلوس، مشكله مع نفسك، تلاقي بشرتك تعبانه، تلاقي الدنيا اتكعبلت، تلاقي اي حاجه. وخلي بالك من كلامك، لسانك احفظيه، متقوليش اي حاجه فيها حزن. وبطلي عشان خاطري تسمعي اغاني حزينه واغاني كئيبه. الاغاني الحزينه والكئيبه بتملى مخك خلاص وعقلك بالحزن، فبتلاقي نفسك ما بتعمليش حاجه غير يحصل لك مشاكل ومصايب في حياتك. بس ما تسمعيش اغاني حزينه وما تتفرجيش على فيديوز حزين، وبطلي الجروبات الحزينه، وبطلي اي حاجه حزينه، وبطلي تنزلي اي حاجه او تكتبي اي حاجه بايدك فيها حزن. الحاجات دي هتتحول عليكي. عارفه يعني ايه؟ عارفه الكارما؟ هبقى اعمل لك فيديو مخصوص عشان الكارما دي بتتردلك. اللي هتعمليه او اللي هتفكري فيه هتلاقيه، اي حاجه هتلاقيها بتجيلك. عايزاكي بقى هالحين يعني دلوقتي تقومي تكتبي لي في التعليقات بعد ما تشوفي الفيديو ده، تكتبي لي اول خطوه هتبداي بيها ايه. وعايزاكي بقى حاجه تانية، تشاركي الفيديو ده مع واحده انت تعرفيها مطفيه وعايزاها تنور، وعايزاها من جوه انت صعبانه عليكي، انت ايه هي ليه بتعمل في نفسها كده. ابعتي لها الفيديو ده وقولي لها ابدأي بنفسك. شاركوني في التعليقات واستنوني في الحلقة الجاية عشان نبدأ مع بعض رحلة جديدة لخطوة جديدة في السعادة وغنتي سعيدة. واشوفكم على خير في فيديو جديد. وفي النهاية انا ماشية على مهل بس مطمنة. السلام عليكم ورحمة الله.